كردادي تعتذر من الجمهور المغربي وتكشف ما حدث معها قبل الماراثون. اعتذرت العداء المغربية فاطمة الزهراء كردادي من الجمهور المغربي بعدما أنهت سباق الماراثون في المركز 11 صباح الأحد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024. وقالت كردادي في تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: اسمحوا لي، كنت أريد إهداء بلدي ميدالية أولمبية، لكن فوق طاقتك لا تلام. وأضافت: لن أبرر شيئا، ولكن الله يعلم ما حدث معي قبل الماراثون، عانيت من الإصابة والمرض وأمور أخرى صعبة في آخر أسبوع من الاستعداد. واختتمت كردادي بالقول: كل من شجعني وتمنى لي التوفيق أشكره على مشاعره، أعتذر مجددا. واحتلت كردادي المركز 11 في سباق الماراثون صباح الأحد بباريس بتوقيت 2:2:6:3:0، فيما احتلت مواطنتها كوثر فركوس المركز 39 بتوقيت 2:3:1:42، بينما لم تكمل رحمة طاهير السباق. وعلمت قناة أبو يزيد من مصدر مطلع أن كردادي صاحبة برونزية بطولة العالم خاضت سباق الماراثون وهي تعاني من المرض، حيث أصيبت بنزلة برد قبل السباق بساعات مع ارتفاع في درجة حرارة جسمها. تابعونا لمزيد من الأخبار الرياضية المثيرة.